بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حضراتكم في قناتكم مع الحريف. النهاردة جايب لحضراتكم فيديو كروي هنتكلم فيه عن كل الأخبار المصرية، وفضلا وليس أمرا يا ريت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ أخبارنا. المدير الفني للنادي الأهلي موسيماني بيعقد جلسة مع الجهاز الطبي بالفريق، وبيأكد من خلالها تجهيز الثلاثي العائد من الإصابة محمد هاني وجونيور أجاييه وأيمن أشرف بالشكل الأمثل. ومن جانبه أكد طبيب النادي الأهلي أن حالة جونيور أجاييه ومحمد هاني تحسنت بشكل كبير، وكان أجاييه قد تعرض لالتواء في الكاحل القدم خلال مشاركته في مران الأهلي على ملعب التتش. أما محمد هاني فقد اشتكى من إصابة في الركبة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني أمام توجو. وبيتابع مسؤول النادي الأهلي على مدار الساعات الماضية حالة ثلاثي الفريق المصاب بفيروس كورونا، وهم محمود عبد المنعم كهربا ووليد سليمان وصالح جمعة. وقد أجرى الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي اتصالات متتالية مع ثلاثي الفريق للاطمئنان عليهم ومعرفة مدى التزامهم بالبروتوكول العلاجي. ويحق للنادي الأهلي الاستعانة بالثلاثي كهربا وسليمان وجمعة في قائمة مباراة الزمالك حال تحول العينة من إيجابية إلى سلبية. النادي الأهلي يترقب نتيجة مسحة الكاف لتحديد تشكيل مواجهة الزمالك. يترقب مسؤول النادي الأهلي نتيجة مسحة كورونا للاعبي الفريق التي سيجريها اليوم لتحديد تشكيل مواجهة الزمالك المقرر إقامتها بعد غد. والمساحات اللي أجراها النادي الأهلي للاعيبته على مدار الأيام اللي فاتت كانت فيها عدد من إصابات اللاعبين من فيروس كورونا، منهم محمود عبد المنعم وصالح جمعة ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان وأخيرا الحاوي ووليد سليمان. وبيرفض موسيماني تحديد العناصر الأساسية والبث في خطة لعب مواجهة الزمالك قبل ظهور نتيجة مسحة الكاف. وبيفكر موسيماني في حالة سلامة اللاعبين في الدفع بالتشكيلة التالية في مواجهة الزمالك. هيبقى في حراسة المرمى محمد الشناوي، أمامه رباعي الدفاع علي معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، قدامهم اثنين ارتكاز أولي ديانج وعمرو السولية، وقدامهم محمد مجدي قفشة وحسين الشحات وجونيور أجاييه، على يقود الهجوم مروان محسن. النادي الاهلي بينافس نادي بيراميدز على خدمات اللاعب عبد الرحمن مجدي جناح الاسماعيلي. الاعلامي محمد فاروق بيؤكد على اقتراب صفقه سوبر للنادي الاهلي، وذلك بعد الانتهاء من نهائي دوري ابطال افريقيا امام الزمالك. ومحمد فاروق في تصريحات تلفزيونيه بيقول هناك صفقه سوبر في مركز راس الحربه للنادي الاهلي في الميركاتو الصيفي، ولكن لا يتم الاعلان عنها حاليا الا بعد نهائي دوري ابطال افريقيا. المدير الفني لنادي الزمالك باتشيكو يرسم خريطه الطريق لحصد الاميره الافريقيه السادسه في مران اليوم. المدير الفني لنادي الزمالك باتشيكو بيضع الخطوط النهائيه على خطه عبور النادي الاهلي في مباراة الجمعة المقبلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا لتحقيق اللقب السادس في تاريخ نادي الزمالك. وبيحدد باتشيكو التشكيل الذي سيخوض به مباراة القمة، حيث استقر على بعض المراكز داخل الملعب، وهي محمد أبو جبل في حراسة المرمى، ومحمود علاء في قلب الدفاع، وعبد الله جمعة في مركز الظهير الأيسر. وفي مركزي الوسط المدافع قد حجز الثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي مكانهما في التشكيل الأساسي لمباراة القمة، وكذلك الأمر بالنسبة لأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد. ويتبقى المركز المدافع الثاني الذي سيظل حائرا بين الونش ومحمد عبد الغني، والأخير طبعا بيشارك في حالة تأكيد غياب الونش بسبب فيروس كورونا. الإعلامي محمد شبانة بيؤكد أن المغربي أشرف بن شرقي جناح نادي الزمالك بيتلقى عرضا من العين الإماراتي لضمه من خلال أحد وكلاء اللاعبين الموسم المقبل. مسؤول نادي الزمالك بينفي الإشاعات المترددة حول إصابة محمود علاء مدافع الفريق بفيروس كورونا، وبيأكدوا أن اللاعب بخير وبيتواجد بشكل طبيعي في معسكر الفريق. المدافع أحمد سامي بينتظم في معسكر بيراميدز بعد الرحيل عن المقصة. اتحاد الكرة يستقر على إقامة مباراة السوبر المحلي بين الدوريين في الموسم الجديد. اتحاد الكرة بيقرر تطبيق الجدارة الرياضية في حالة إلغاء الدوري الجديد. وبكده بتنتهي بعض أخبارنا. انتظرونا في فيديو جديد وأخبار جديدة، وما تنساش لايك للفيديو والاشتراك في القناة، ونشوفكم على ألف خير في فيديو جديد. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.